كلمتين وبس. النهاردة هنكمل كلامنا عن المشاكل الزوجية، وهنركز على حاجات بتسبب كتير من الخلافات، زي اختلاف القيم، الاحتياجات الشخصية، وعدم تحديد الدور. أول سؤال بيطرح نفسه: مشاكلنا الزوجية دي بسبب تربية غلط ولا أعصاب بايظة؟ في الحقيقة إن من أهم الأسباب هي اختلاف القيم. كل واحد فينا عنده قيم بتحدد حياته، زي إيه أهم حاجة بالنسبة لي، إيه أهدافي، أولوياتي، وقتي بضيعه في إيه. لما كل واحد عنده اهتمامات مختلفة، المشاكل بتبدأ لما حد يهاجم قيم الطرف التاني أو يقلل منها، وده بيدخلنا في مشكلة تانية اسمها الذاتية. يعني إيه الذاتية؟ يعني إن حد يتوقع إن شريكه لازم يكون زيه في كل حاجة، نفس الأفكار، نفس الاهتمامات، نفس التفضيلات، ولما ما يكونش كده يبدأ يحاسبه وكأنه عمل جريمة. الذاتية درجات، في ناس بتبقى عندهم بسيطة، وفي ناس بتبقى كبيرة لدرجة تسبب صراعات. نيجي لموضوع تاني مهم، هو اختلاف الاحتياجات الشخصية. كل إنسان عنده احتياجاته، منها أساسية زي الأكل والنوم، ومنها حاجات تانية زي حب المعرفة والاطلاع، الرغبة في الإنجاز، التملك والسيطرة، أو العكس التبعية. لما احتياجاتي بتختلف في الأولوية عن احتياجات شريكي بتبدأ المشاكل. مثلا لو أنا عندي رغبة في الإنجاز وشريكي عايز هدوء واستقرار، هنلاقي نفسنا في خلافات على طول. نقطة كمان مهمة النهاردة هنتكلم فيها، هو عدم تحديد الأدوار. يعني كل واحد لازم يبقى عارف دوره في البيت والحياة اليومية: مين يطبخ، مين يجيب الطلبات، مين يوصل الأولاد المدرسة، والأهم من كده لو اختلفنا القرار مين له الكلمة الأخيرة. كمان لازم محتاجين نتفق على سياسة واحدة في تربية الأطفال، لأن كل واحد فينا يربي طفل بطريقته، الأطفال بتضيع بينا. آخر حاجة هتكلم فيها النهاردة هو هموم الحياة اليومية وفقدان الروحانية اللي بتعمل مشاكل في الحياة الزوجية. بعد الجواز الزوجين بيبقوا مشغولين بحاجات كتيرة: الطفل الجديد، الفواتير، والشغل، والبحث عن الاحتياجات المادية، وكل ده ممكن يخلينا ننسى نعتمد على ربنا اللي مدبر كل حاجة في حياتنا. لما الروحانية تقل المشاكل تزيد وتكتر، وبدل ما نقرب من بعض نلاقي نفسنا بنبعد أكتر. الخلاصة النهاردة: المشاكل الزوجية مش بس تربية غلط ولا بس أعصاب بايظة، دي حاجات كتير بتدخل فيها، زي القيم، الاحتياجات، الأدوار، هموم الحياة. لو عرفنا نتفاهم ونتفق على الحاجات دي هنقدر نقلل مشاكلنا ونعيش في سلام. كلمتين وبس، إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشورة من جامعة هولي صوفيا.